حسين العرف. كي نشوفوا يعني بعض المسؤولين، نشوفوا بعض الصحفيين كيفاش يتكلموا يعني على الفريق الوطني في الماضي، كيفاش يتكلموا على الفيدراليه في الماضي وكيفاش راهم دوكا. والله نتعجب يا اخي كيفاش، فهمتني. انا نتاسف لبعض الصحفيين، مثال تاع الالبسه هذه المقلده اخي، من غير المعقول انت صحفي تكون في هذا المستوى تاع الجهل تاعك يا اخي. هذا يمدحوه في رئيس الفيدراليه ويقول لك عندنا رئيس فيدراليه ذكي وبارك الله فيك والحمد لله، زرب راح دار الاقمصه هذو. يا جاهل، الاقمصه هذه هي مقلده وخايفين يعني كان هذا الشركه القيام بهذه الخطوه خطا تاع رئيس الفيدراليه والمكتب ولكن الفيدرالي. ربما لم تكن هنالك حلول، ربما رضا. لا، ما كانش حلول. ما ديرش هذه الالبسه المقلده، ما ديرش. راك زدت ورطت الدوله الجزائريه. راح دوك تشوف الشركه هذه يعني من اجل وضع من اجل وضع الفريق المغربي عند الامر الواقع. يعني الالبسه هذه عندها شركه، عندها ماركه هي اللي هذا يسمى تقليد. سي لا كونتر فاسون. انت بالجهل تاعك زدت ورطت الدوله. فهمت في هذيك الدوله يا حسام. ولكن نتكلموا بالعاميه الدوله. ما هو الحل الذي كان الانسب؟ ماهوش سامحني، ما هو لا شوف، ليس الخطا تاع الدوله الجزائريه بنتفاهم. ولكن ما هو الحل الذي كان انسب بالنسبه للفيدراليه؟ كيف كان يمكن للفيدراليه ان تتعامل مع هذه القضيه؟ اولا، ما قبل بدايه كل يعني هذا في الدوره هذه كانت هناك اجتماعات في الكاف، يا دي سيت في لاكاف وين ما قبل بدايه الدوره داروا الالبسه. هذه الالبسه هناك 3 البسه و3 يعني انواع من الالبسه لكولور، فهمتني، تاع الفريق. نهضه بركان نشروا الالبسه تاعهم بالخريطه. وين كنت لا فيدراسيون وافقت على ذلك؟ وافقت بالطبع، وافقت لان هناك ما كانش احتجاج من طرف المسؤولين تاع الفيدراليه يعني العيب اننا لم نقم بخطوه استباقيه. سامحني، ما قبل بدايه المنافسه كنا نديروا ملاحظات ونديروا تقارير للكاف باللي هذا الالبسه غير قانونيين. عندك الماده 04 للفيفا نشر خريطه سياسيه، وهي السياسه ضغط خريطه سياسيه. ولكن بعد ذلك الكاف لم تتفاعل. شوف يا اخي، ضعف مسؤولين تاع كره القدم بما بهم فهمت رئيس الفيدراليه والجماعه تاعو، فهمت، هو اللي ورط الدوله الجزائريه. انا نتكلموها بصراحه حسام، بالطبع انا نتكلموها بصراحه حسام. كان من المفروض ثم تدير فهمت ملاحظات وتشوف الألبسة. أنا السؤال اللي نديره، وين كنتوا نهار هذه نهضة بركان دارت منشور للألبسة هذو، وكانوا ما قبل بداية هذا للفيدرالية ومسؤولين ثاني تاع الاتحاد العاصمة. ضف إلى ذلك حسام، ما نشكروش رئيس الفيدرالية أنه صديق، لأنه ما راكم تتحكموا فيه وتشكروا. كيفاش انت يروح يدير البسه مقلده يا حسام؟ هذا الجهل هذا وين رانا؟ انا نطلب من الدوله الجزائريه. ما هو الحل الانسب رضا؟ لو كنت في مكان رئيس الفيدراليه رضا، لو كنت في مكان رئيس الفيدراليه ووقع هذا السيناريو، ما هو الحل الامثل؟ ندير لا ديميسيون تاعي، لان ما عرفتش كيفاش نواقب هذا الامر هذا الخطير، خاصه ورطنا الدولة الجزائرية. لأن الدولة الجزائرية حاشاها، احنا عندنا مبادئ، ولكن ماهيش رايحة هي اللي تتفطن وتروح للاكاف وتراقب هذا الألبسة هذه وتشوف الخريطة. انت لازم تكون عندك خلية في الفيدرالية الجزائرية اللي تشوف، لأن عندك المغرب هو اللي حوس يحطم الرياضة في الجزائر، فهمت؟ وشفنا المقاييس هذا الكلام حسام. أنا نطلب من مسؤولين تاع البلاد، الدولة الجزائرية كونت خريجي معاهد عليا للتسيير الرياضي. علاش هذا الشبان هذو ما نحطوهمش في الفيدراليات، كل الفيدراليات الرياضة؟ علاش موش الشبان هذو اللي خريجي المعهد الأعلى فهمت العليا تاع البلاد هذه، علاش ما نحطوهمش في الفرق
انا نشوفوا في التسيير تاع الفرق كيفاش راهو كارثي. شوفوا ناس كيفاش ينهبوا في الاموال تاع الفرق هذو. علاش انت كونت هذا الاطارات باش تهمش. لازم نتفطنوا، لازم يكون هناك احصائيات لكل الاطارات اللي خرجتهم الدوله الجزائريه ونحطوهم في الفيدراليه. هذا شيء، لان في الفيدراليات هناك جهل كبير. وعلى باله فهمت سي برناوي.